السلام عليكم. صدمة كبيرة جدا لمشجعي نادي الزمالك بخسارة الزمالك امبارح 3-0 أمام النادي الأهلي في مباراة كانت مهمة جدا 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 للأبيض إن هو يحسمها عشان يحسم لقب الدوري. خسر نادي الزمالك امبارح وبان بعض المشاكل اللي قلنا يا ريت كابتن معتمد جمال يحلها، وبرضه المشاكل لم تتحل، ما اتحلتش. هنتكلم عنها بعد شوية كمان، وهنتناقش على البورد بإذن الله المشاكل اللي وقع فيها نادي الزمالك واللي تسببت في الثلاث أهداف اللي دخلوا، وهنتكلم في النهاية عن مدى أحوال نادي الزمالك بعد هذا اللقاء. تابعوني لحد آخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتصلوا على النبي. الزمالك كان بيلعب بتشكيلة 4-1-2-3. كان بيلعب بحسام عبد المجيد، الونش، بنتايج، محمد اسماعيل، شحاتة، فتوح، عبد الله السعيد، ومثلث هجومي عدي الدباغ، اخوان بزيرة، وناصر منسي. كان في مشاكل كتير طبعا في التشكيلة. اول حاجة شحاتة هو الوحيد اللي بيلعب 6، وقدام الاهلي ما ينفعش تلعب ب6، ما ينفعش تلعب لعيب واحد 6 في ظل وجود في نص الملعب امام عاشور ومروان عطية وبن شرقي. موجود لعيبه كتير جدا ممكن تخلق فرص كتير جدا، وحصل وعملوا لك مشاكل كبيره جدا جدا جدا، خلت ان هم يروحوا على المرمى قدامك اكتر من 3 4 5 مرات بهجمات خطيره جدا 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 يعني. وطبعا برضو كان في علامه استفهام تانية، ازاي بزيرة ما يلعبش في مكانه الاساسي؟ بزيرة كان بيلعب هنا كده، بزيرة كان بيلعب في الحتة دي، عضي الدباغ كان هنا. فطبعا عضي الدباغ ما كانش عامل اي فعالية الناحية دي خالص غير هجمة وحيدة، وبزيرة ما كانش عارف ياخد راحته هنا، فكان بيضطر ان هو يروح مكان عضي الدباغ، وعضي الدباغ يخش هنا، يخش الناحية دي، وناصر منسي يتقدم لجوه. ناصر منسي طبعا كان عليه علامات استفهام كتيرة جدا جدا جدا، ان هو الفرص الضائعة كتير جدا ناصر منسي كان عليه علامة استفهام كبيرة جدا جدا جدا. نروح بقى للمشاكل اللي حصلت في ماتش القمة وكانت السبب من اسباب ان الزمالك يخسر. اول مشكلة وهي الضغط. اول حاجة كانت واضحة جدا جدا ان مفيش ضغط من الزمالك، ما كانش فيه لعيبة بتضغط، والاهلي كان انت سايبه يبدأ الهجمة براحته كأن مفيش اي حد قدامه. وده مش مشكلة من المشاكل اللي الأهلي عرف يكسب بيها امبارح، الضغط. انت ما ضغطتش عليه بكثافة زي ما حصل في ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز انت كنت ضاغط، كنت رايح بأكتر من 3 4 لعيبة، 3 4 لعيبة كنت رايح تضغط. انما ماتش الأهلي انت ما ضغطتش بكثافة، وكنت راجع ورا وكنت سايب نفسك خالص جدا بعادي. فالاهلي كان بيلعب على راحته جدا 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 جدا. تاني مشكله بقى نروحها وهي المساحات. كان في، ودي كانت اخطر حاجه عموما يعني، المساحات كانت ما بين الدفاع وما بين نص الملعب. المساحات كانت واسعه جدا جدا جدا، وبين الاظهره كمان واسعه جدا جدا جدا. انت فاتح الملعب، فانت اكيد عشان تفتح الملعب انت لازم تضغط. ما كانش فيه اي ضغط من الضغوطات، انت الملعب كان مفتوح خالص على الاخر، اللعيبه كانت فاتحه الملعب خالص. فده اللي خلى لعيبه الاهلي تستلم وتفكر وتلعب براحتها، والثلاث اهداف بالمناسبه جم بسبب هذه الاخطاء. نروح بقى للمشكله الثالثه وهي مشكله البطء. الزمالك لما بياخد الكوره مفيش سرعه في التحولات من الدفاع للهجوم، فبالتالي الهجمه بتقف قبل ما تبدا اصلا. شفنا في مراحل كتير جدا جدا من الهجمه ان الكوره بتبقى مثلا مع حسام عبد المجيد، بتيجي لشحاته، لما بقى بيستلمها شحاته او عبد الله السعيد او فتوح مثلا او اي حد، ما بيبقاش فيه اي تحول من التحولات. لما مثلا بيبقى لعيب زي عدي الدباغ بيبقى مثلا، او زي بزيرة او زي منسي، لو يبقوا موجودين مفيش اي سرعه في التحولات الا في الشوط الثاني لما نزل شيكو بانزا، ما كانش فيه اي تحولات ولا في اي تمريرات
بتبقى صحيحة. فده اللي خلى الهجمات تتعطل في الشوط الأولاني، كذلك شوية في الشوط الثاني. نروح بقى للمشكلة الرابعة، الأطراف كانت ضعيفة، كانت نقطة ضعف واضحة جدا لأي عرضية. يعني الأهلي لما كان بيروح ورا بنتايك، وكان بيروح بأي عرضية، وشفنا ده وحصل في الهدف الأولاني لما طاهر استلم ولعب عرضية خطيرة جدا جدا جدا. خلاص اتلعبت عرضية في ظل ما الدفاع الزمالك مرتبك، خايف، مهزوز، اللعيبة مهزوزة ما تعرفش من ايه. عرضية يلعبها تروح ما بين حسام عبد المجيد والونش، كان ما بينهم اشرف بن شرقي، تروح رأسية اشرف بن شرقي يحط الهدف الاول. فدي مشكلة من المشاكل اللي كانت وحشة جدا جدا جدا، ولازم كابتن معتمد جمال يشتغل عليها ويلاقي لها طريقة وحل. الفترة اللي جاية لازم نركز ولازم يكون في تركيز. المشكلة كلها كانت ان المنظومة كلها، اللعيبة كلها ما كانوش موجودين، كانوا مهزوزين، ما كانوش موجودين في ارضيه الملعب. ولازم اللعيبه تفوق، ولازم اللعيبه تركز وتتخطى ماتش القمه، لان ده ماتش مش نهايه الطريق. انت لسه قدامك 4 ماتشات، وانت كده كده وانت متصدر الدوري. الكلام ده برضو بقوله لكل جماهير الزمالك، انت لسه متصدر الدوري. غيرك سيب الحفل حفل، كده 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 انت متصدر الدوري وفارق. هتقول لي طب وبيراميدز اللي ورانا ب 50 نقطة برضه نفس عدد النقاط؟ لا، لسه قدامك ماتشين، تكسب الماتشين خلاص كسبت الدوري. بس فاهم انت ازاي؟ فسيب اللي يحفل وسيب اللي يهيص وسيب اللي يفرح يفرح. كده كده انت متصدر الدوري. ماتش 3 نقط ملهوش اي لازمه، ملوش اي قيمه. سيب اللي يحفل وسيب اللي يفرح يفرح. كان بقى لهم 4 ايام كانوا خسرانين. فسيب اللي يفرح يفرح وسيب اللي يزيد يزيد. انت كده كده انت عندك 4 ماتشات مهمين جدا جدا، 2 كونفدراليه و2 دوري. لو كسبت ال4 ماتشات مبروك عليك الدوري، مبروك عليك الكونفدراليه، وعملت موسم استثنائي. هل تتوقع انت كمشجع زملكاوي ان انت كنت توصل للنقطه دي في الفتره دي؟ هل انت كنت متوقع ان انت توصل لكده؟ طبعا هتقول لا. فانت عايزك تكون قلبا وقالبا مع نادي الزمالك. باذن الله باذن الله نادي الزمالك هيحقق بطولة الدوري وبطولة الكونفدرالية بإذن المولى عز وجل. لازم اللعيبة تفوق، لازم اللعيبة تركز، ولازم الجهاز الفني يشد حيله. بإذن الله احنا معاكم، ربنا يوفقكم. ولو وصلتوا هنا لحد لو وصلتوا هنا لحد نهاية الحلقة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.